بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أفضل حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة تيسر بها أمورنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها أمراضنا. اللهم انصر أخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر أخواننا المستضعفين في غزة. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وبأعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم يا رب دمرهم تدميرا. اللهم يا حنان يا منان انصر أخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم يا رب لا نملك لهم إلا الدعاء، فتقبل منا يا رب. ها نحن دعوناك يا رب كما أمرتنا، فاللهم يا رب يا رب يا حنان يا منان يا بديع الإحسان يا ولي النعم انصر أخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم أطعم كل جائع. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تيسر بها أمورنا. صل على سيدنا محمد فإن فيها تيسير للأمور. إن شاء الله النهاردة هقول لكم إن شاء الله معلومة بسيطة جدا جدا جدا، وهي ممكن تكون المعلومة بسيطة بس في ناس ما تعرفهاش. هي حاجة بسيطة أنا هعملها لكم إن شاء الله دلوقتي في هوجن جامبو 150 الموتور الفضي الفحر البارز. تمام. إن شاء الله هوريكم شد الجنزير سريعا كده وفي لحظات صغيرة، علشان خاطر في ناس بتيجي تشد الجنزير. احنا عندنا هنا المسمار ده، تمام، وعندنا في الناحية التانية المسمار ده بتاع الشداد. حلو. في هنا صامولة بنهوي دي شوية كده، بنهوي دي شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب مفتاح بس 14. رجعنا لكم تاني، ادي مفتاح 14. بنهوي الصامولة اللي ورا دي كده شوية، تمام. وبعد كده بنهوي اللي ورا، وبعد كده بنهوي دي برضو شوية. ماشي كده احنا هوينا. بص بقى قبل ما نعمل اي حاجة، المسمار ده اهو بمفتاح 19. المسمار بتاع الفردة الورانية اهو انا فكيت اهو. بنهوي شوية كده، تمام، عشان احنا لو ما هوناش المسمار ده، انا بقول المعلومة دي في ناس كتير ممكن تكون عارفاها وناس ما تعرفهاش. تمام. فان شاء الله نقول لكم عليها سريعا. بنروح جايين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3. ماشي. هنا نربط الصامولة اهي، نربط بس الصامولة اللي جوه شوية ده اهي. بعد ما تتقل كده معانا نروح جايبين المفتاح. احنا عملنا هناك 3 لفات. ادي 1 2 3. بنيجي نقيس كده بالمفتاح، نشوف المسافة دي اهي. المسافة دي تكون زي المسافة دي، تمام. كده المسافتين زي بعض. نبص للجنزير، الجنزير كده لازم يبقى ياخد ويدي معانا بالطريقة دي، تمام. ما ينفعش نشده على الآخر، لأن لو شدناه هيبوظ الترس اللي قدام ويزعل آلة الجر، تمام. بس هو كده تمام. في بقى بيبقى أمر أكتر من كده. حلو. وبعد ما نشد الجنزير، ماشي، هنروح رابطين المسمار زي ما كان، تمام. نربط المسمار ده لحد ما يجيب معانا على الاخر، وما نشدش برضه جامد علشان ما يحلقش معانا. مش لازم اقعد اتجبت فيه واشد واشد واشد. يا رب ان شاء الله تكون المعلومه عجبتكم. ولو المعلومه عجبتكم يا ريت ورجاء وفضلا وليس امرا الدعم والاشتراك في القناه، علشان ان شاء الله لما يكون عندي معلومه انا بتعلمها وباجي اعملها في مكانتي، برضو ان شاء الله اي حاجه او اي معلومه فيما بعد بكون مشترك في القناه هيجيلك اي فيديو بنزله بخصوص المكن. فشكرا. دمتم في رعايه الله وامنه.